تخيل معايا لو نمت وصحيت بعد 50 سنة. تخيل معايا كده كل حاجة تبقى عاملة ازاي. وسائل المواصلات والتكنولوجيا والحياة اليومية. دلوقتي التكنولوجيا بتتطور بسرعة رهيبة. عندك مثلا قطر الهايبر لوب اللي ايلون ماسك اعلن عنه قبل كده. القطر ده يا جماعة اسرع من الطيارة بنسبة 40%. يعني يوصلك من اسوان لاسكندرية في 10 دقايق بس. يا جماعة الراجل ده مش طبيعي. ده عايز يعمل شريحة تتزرع في المخ عشان تعلي مستوى ذكائك. كمان قال ان بحلول سنة 2040 هيبقى فيه 10 مليار روبوت بهيئة بشرية. اما بقى عن الذكاء الاصطناعي، تخيل تصحى يوم تلاقي الذكاء الاصطناعي مش محتاجنا اساسا عشان يطور نفسه، لانه بيطور نفسه بنفسه، ياخد قرارات ويفكر بطريقة احنا مش فاهمينها. 2075 هتكون حاجة تانية خالص. العربيات هتكون بتطير والطرق هتكون في السماء زي الافلام. وبالنسبة للذكاء الاصطناعي، ممكن نبقى عايشين مع أنظمة قادرة انها تفهم مشاعرنا بشكل طبيعي جدا. ممكن ننزل الشارع كمان نلاقي ضابط المرور روبوت، سواق التاكسي بأرض روبوت. وبالنسبة للفيديو جيمز، تخيل تلبس الفي ار وتفتح فيفا وتبقى انت اللاعب وشايف من منظوره، ومش ماسك دراع ولا اي حاجة، وبتجري على التريد ميل زي ما شفنا في فيلم جوني انجلش قبل كده. الحياة اليومية هتتغير بشكل كبير جدا. احنا ممكن نلاقي ناس عايشين على كواكب تانية زي المريخ. السفر بين الكواكب ممكن يبقى سهل، والتكنولوجيا هتسمح لنا بتجربة حياة جديدة على أماكن تانية. يعني تخيل كده معايا المدرسة تعمل رحلة للمريخ، أو تتفق أنت وعيلتك إنكم تروحوا أورانوس يوم الجمعة بعد الصلاة. التعليم كمان هيكون مختلف تماما. المدرسة هتكون افتراضية، يعني أنت وكل زمايلك في الفصل لابسين في ار. طب يا ترى المدرس نفسه هيكون لابس في ار؟ الإجابة لأ. في الوقت ده في 2075 مش هيبقى فيه مدرس من الأساس. المدرس هيبقى AI. الصحة هتشهد تطور هايل. احنا دلوقتي بنعاني من بعض الأمراض اللي مفيش ليها علاج، لكن في 2075 العلم هيوصلنا لدرجة إن احنا نقدر نعالج معظم الأمراض. ومن المتوقع إن العلم في 2075 يقدر يوصل المناعة لأعلى مستوياتها، بحيث إن هي تعالج الأمراض اللي في الجسم ذاتيا. كمان هتكون في تقنيات لتحسين جودة الحياة والحفاظ على الشباب لفترة أطول، وربما نوصل لزيادة متوسط العمر. كمان الأسلحة هتكون مختلفة تماما بعد 50 سنة. الأسلحة هتكون ليزر، وكمان أسلحة في الفضاء ممكن تضرب أي نقطة على الأرض في أي ثانية. وممكن دولة تشيل اقتصاد دولة تماما بدوسة زرار. يعني مش شرط الحروب في المستقبل تكون دموية، بل ممكن دولة تخترق نظام دولة وتمسح كل بياناتها. وفي النهاية يا جماعة المستقبل مليان مفاجآت وتوقعات احنا لسه مش قادرين نتخيلها. قولوا لنا في الكومنتات ايه اكتر حاجة نفسكم تشوفوها في المستقبل. متنسوش تعملوا لايك وفولو لو عجبكم الفيديو. سلام. استنوا، لسه مخلصتش. وهقول لكم انا عملت كده في اخر الفيديو. ومحدش ابدا فكر على الجانب السلبي. قليل قوي اللي فكر في الظواهر الطبيعية وفكر انها ممكن تؤدي لدمار البشرية. عندك مثلا طبقة الأوزون. الأوزون ده هو دار الحماية بتاع كوكبنا، وبيحمينا من أشعة الشمس الضارة. طب يا ترى ايه اللي هيحصل لو الطبقة دي حصل فيها ثقب؟ زمان الشركات كانت بتستعمل مادة اسمها كلوروفلوروكربون، أو كاختصار يعني CFC. المادة دي كانوا بيستعملوها في حاجات كتير جدا زي التكييفات والتلاجات وكمان بعض الأدوية. كمان مفيش للCFC ضرر علينا أبدا. المشكلة كانت بتحصل لما هو بيطلع فوق عند طبقة الأوزون، وبسبب كده اختفى حوالي 50% من طبقة الأوزون اللي فوق قارة أنتاركتيكا. الحمد لله يعني بعيد عننا، بس لو الحوار ده استمر لسنة 2040 كوكبنا هيبقى غير صالح للحياة زيه زي باقي كواكب المجموعة الشمسية، عشان ببساطة مفيش غلاف جوي. وكان الحل الوحيد للمشكلة دي هو إن الشركات تبطل تستعمل CFC. وبالفعل الحكومات اتجمعت بخصوص المشكلة دي، وفعلا في بعض البلاد منعت تماما استخدام CFC. لكن الشركات كان ليها رأي تاني، ان CFC ده ملوش ضرر وهو ما بيعملش اي حاجة في طبقة الأوزون، عشان CFC كان تجارة مربحة جدا بالنسبة لهم. وبعض الشركات اللي قالت الموضوع ده يعني هي شركة كارير وشركة تورنيدو. وفي بداية الثمانينات نص سماكة طبقة الأوزون اختفت من على كوكبنا، وده كان ساعتها خطر كبير جدا على البشرية.
وفي سبتمبر 1987 العالم كله اتجمع في اتفاقية بروتوكول مونتريال، وكان ملخص الاتفاقية دي هو منع استخدام ال CFC من العالم، وكان على الشركات انها بقى تدور على بديل جديد. وبالفعل لقوا بديل لل CFC وهو الهيدروفلوروكربون او كاختصار HFC. ال HFC ما كانش له اي ضرر خالص على طبقة الاوزون، بس كان فيه مشكلة ومشكلة كبيرة شويتين: الاحتباس الحراري. كل ما نستعمل ال HFC كل ما الحرارة تتحبس جوه الغلاف الجوي، كل ما حرارة كوكبنا تزيد أكتر. يعني بمعنى أصح بنسقع أكلنا وبنتكيف على حساب كوكبنا. زيادة الجلوبال وورمنج قبل 2075 هيتسبب في ارتفاع درجات الحرارة بشكل مخيف. العالم هيواجه كوارث طبيعية مدمرة، ونقص في الأكسجين، وجفاف كمان في المحاصيل، وارتفاع درجات الحرارة. وأساسا لو مبقاش في حل للاحتباس الحراري مش هيبقى فيه 2075 ولا 2060 ولا حتى 2050. كمان لو الحوار ده استمر للخمس سنين الجايين الموضوع ده هيبقى مش بإيدينا ومش بإرادتنا، ومش هنعرف نصلح أي حاجة. حرفيا يا جماعة كل سنة بتبقى أحر من اللي قبلها، والعالم كله لو مبقاش إيد واحدة واهتم إنه يستعمل الطاقة النظيفة في خلال السنتين الجايين البشرية هتبقى في خطر. معلش يا جماعة ثانية واحدة، احنا من الصبح عمالين نقول CFC و KFC، طب وليه أساسا؟ ده يمكن يحصل كارثة تدمر جزء من العالم، أو يمكن اليابة تقوم، ولا ممكن يبقى في أجهزة بتتنبأ بالكوارث اللي هتحصل، ولا ممكن يبقى في كمان وسيلة نعرف بيها مستقبل الأمراض اللي ممكن يصاب بيها الشخص. السؤال الأخير اللي هنطرحه في ختام الحلقة: هل ممكن في يوم من الأيام في 2075 نقدر نوصل لوسيلة تعرفنا التاريخ الأقرب لوفاة الشخص؟